يا صباح الفل عليكم من ام الدنيا، صباح الفل عليكم من دهب. زي ما وعدتكم ان انا هعمل لكم تقارير كتيره عن احسن بيوت موجوده في دهب تقدروا تنزلوا فيها وانتم مطمنين جدا في زمن الكورونا. انا موجوده دلوقتي في طريق البلو هول. اكيد كل اللي جه دهب عدى من الطريق ده، لازم يكون عدى من طريق البلو هول وهو رايح، سواء بقى بلو هول، ابو جالوم، بلو لاجون. الطريق ده هو الاساسي انك بتعدي عليه، لكن اكيد وانتوا معديين ما شفتوش او ممكن تكونوا شفتوا التحفه الفنيه اللي انا عامله عنها التقرير النهارده. فيلا ايكولوج. فيلا ايكولوج هو من اجمل البيوت فعلا اللي موجوده هنا في دهب واللي موجوده على طريق البلو هول. المكان هنا يعني روقان بقى، الناس اللي عايزه هدوء تام، عايزه تفصل عن كل حاجه في الدنيا. المكان هنا للناس الرايقه وبس. اي مكان في دهب، اي بيت بصوره بنوي على تصويره لازم انزل فيه، اقعد فيه يومين ثلاثه، اجرب المكان، اشوفه فعلا يستحق ان انا اتكلم عنه فيديو ولا لا. ومن الاماكن دي هي فيلا ايكولوجي اللي انا انبسطت فيها جدا. تعالوا مع بعض يلا نبتدي ناخد جوله جوه فيلا ايكولوجي ونشوف جمال المكان ده. المكان حقيقي رائع. من قبل بقى ما ندخل على الاستوديو افرجكم عليه، عايزه افرجكم الاول على جمال المكان ده. المكان ده يعني زي ما قلت لكم لاصحاب الناس الرايقه، الناس اللي عايزه الهدوء، الناس اللي عايزه تشحن طاقه ايجابيه كده وتعمل استرخاء. هتلاقوا هنا قعدات كلها معموله من الخشب، حوالين القعدات دي زرع كله طبيعي، هتلاقي ريحان نعناع، انت تعمل كوبايه الشاي وتقطف النعناع والريحان بتاعك تحطه في الكوبايه وتقعد على القعده دي تتفرج على البحر من هنا، واجواء فعلا في منتهى الجمال. في الناحيه الثانيه من المكان طبعا هنا باصص على البحر على طول الاوض، بس للمكان ظهر، والظهر ده بيبص على طول على جبال سينا، يعني منظر في منتهى الجمال. الجبال دي ظهر البيت بتاعك او ظهر الاستوديو بتاعك، بس مش مجرد جبل وكده وخلصنا، لا، المكان هنا عامل قعدة عالمية لأصحاب بقى الناس الرومانس، الناس اللي بيقضوا شهر عسل بقى وعايزين يعملوا حاجة مختلفة. تعالوا مع بعض نشوف عاملين ايه ورا عند الجبل. في وسط وفي حضن الجبل عاملين قاعدة للناس بقى اللي دماغها رايقة جدا جدا جدا، عايزة تسمع موسيقى هادية، تولع الشموع. عاملين أضواء هنا على الشجر في وسط الجبال، وكمان بقى حاطين هنا اللوحة اللي بنعرض عليها أي حاجة في التي، يعني حاجة في منتهى الجمال. تقعد كده شاشة سينما قدامك، والقعدة الحلوة دي بالاضواء الحلوه دي في وسط الجبل في وسط الشموع. كمان عاملين اضواء في الجبل على فكره بتنور بالليل، النجوم والحاجات الحلوه دي، يعني مهتمين جدا جدا بكل تفاصيل. على البحر فيه، على الجبل فيه، كل اجواء سينا جوه المكان. القعده الحلوه اللي انتوا شايفينها دي قدام باب الاوضه بتاعتي على طول اللي انا نازله فيها، والاوضه طبعا باصه على البحر ورايا زي ما انتوا شايفين. هو لسه مش ظاهر قوي دلوقتي عشان في غيوم وجو حر شويه، بس تعالوا دلوقتي ندخل على الاوضه الحلوه دي وافرجكم على شكلها. دخلنا على الأوضة على طول هتلاقوا ان اول ما ندخل السرير على طول قدام الباب. ليه بقى؟ عشان وانت نايم على السرير كده تشوف البحر، وزي ما انتم شايفين كل حاجة في الأوضة ايكو، كل حاجة من الطبيعة، كل حاجة يعني للبيئة وحماية البيئة زي ما بيقولوا. يعني السرير معمول من الخشب، خشب الشجر كله زي ما انتم شايفين. النجفة حتى بتاعة الأوضة زي ما انتم شايفينها معمولة من خشب الشجر. كل التفاصيل هنا بقى تفاصيل الديكور الحلوة جدا اللي هتلاقوها كلها من برضو خشب الشجر. التليفون الأنتيك الحلو ده، انا بحب الحاجات دي جدا جدا جدا، يعني فرحت بيها اول ما جيت. اكتر حاجة فرحت بيها بقى في الأوضة الكلام ده، يعني جميل وكل حاجة، بس دي من اجمل الحاجات اللي بسطتني. عاملين كرسي او كراسي البار ده ممكن يقعد عليه 2 3 على فكره، من الخشب ومرجحه زي ما انتم شايفين. تقعد على بار المطبخ كده، تاكل حاجه، تشرب حاجه، تشرب كوبايه شاي وانت قاعد اخر مزاج وروقان، بتتمرجح على المرجحه الحلوه دي. كل التفاصيل هنا جميله، كل التفاصيل الحقيقه عجبتني وحسيتني ان انا في مكان مختلف. كل مكان بصوره لكم فعلا كل مره اقول انا رحت مكان مختلف، والمره دي فعلا انا جيت مكان مختلف تماما. طبعا ده المطبخ وفيه كل التفاصيل بقى، كل ما تحتاجه يعني. وهنا الحمام. انا واخده الاستوديو الفاميلي اللي هو فيه اوضتين. احنا خلصنا الاوضه دي، هندخل بعد كده بقى على الاوضه التانية.
الاستوديو ده عبارة عن غرفتين نوم وليفنج روم وحمامين ومطبخين. اول حاجة ما بندخل هنلاقي هنا على طول غرفة النوم التانية، وبعد كده بقى بندخل على الليفنج روم. الليفنج روم هنا بسيطة جدا جدا، برضو معمولة من الخشب والقعدات الحلوة اللي في الارض زي ما انتم شايفينها، والترابيزة كمان اللي في الارض. الفيو هنا بالليل بقى عاملين لك اضواء هنا حتى في الاوضة بالليل، حاجة كده روقان، حاجة كده دماغ عالية يعني زي ما بيقولوا. تخرج على طول من باب اوضتك كده زي ما انا خارجة، تلاقي على طول الفيو الحلو بتاع البحر والقعدات الحلوة اللي هم عاملينها هنا في فيلا ايكو لودج. المكان مش بعيد عن البحر، انت بتعدي الشارع تبقى على طول قدام البحر. وعاملين هنا فيلا ايكولوجي مكان خاص بيك على البحر، يعني قاعده بقى بدوي من القعدات الحلوه اللي راح قبل كده البلو هول او ابو جالوم او البلو لاجون عارف قعدات البحر بتبقى عامله ازاي وجمالها، القعدات البدويه بتحس انت قاعد جوه الطبيعه بتتنفس حواليك، الجبل، البحر، النشاطات الكتير الموجودة هنا، حاجة في منتهى الجمال. من أكتر الأماكن اللي أنا بنصح بيها دايما إنكم تنزلوا فيها في وقت الكورونا هي البيوت الخاصة اللي موجود فيها مطبخ تقدر تدخل أنت تعمل أكلك بنفسك، تبقى مطمن، وفي نفس الوقت يكون المكان مهتمين جدا بتطهيره وتعقيمه، أنت تطهر وتعقم وتعمل كل أساليب الوقاية كأنه بيتك بالظبط زي ما كنت موجود في بيتك.